العمل الطوعي والإنساني من أكتر الحياة اللي بتغسل الواحد من كل الهموم والمشاكل اللي فيه. كونه تساعد زول محتاج لحاجة أنت قادر تعملها له، دي حاجة ما هينة وفيها نشوة ما طبيعية، وهرمون السعادة عندك بينفرز بكميات كثيرة شديد. يو السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد قسم الله هنا قاسم شو فيديو جديد. يا جماعة أقسم بالله مشتاقين عديد. أنا كنت وين الفترة اللي فاتت وين اختفيت؟ صراحة أنا ما اختفيت، أنا بس كنت داير بريك شوية عشان أقدر أفصل، عشان أقدر أقدم لكم محتوى بصورة حلوة يعني أو تقدر تتقبلوها يعني. كنت وين الفترة اللي فاتت؟ لكل زول عايز يعرف رح نتابع الفيديو نشوف أنا كنت وين يا جماعة. طيب الفترة اللي فاتت صراحة كنت داير ارتاح، وفي راحتي لقيت روحي أنا قاعد ساي، فقلت ليه ما انا اساعد شويه. فحاولت اخش واساعد واجرب اشتغل مع ناس منظمه WFP. لكل زول ما بيعرف WFP هو برنامج الاغذيه العالمي للامم المتحده، واحد من اكبر المنظمات الانسانيه في العالم اللي بتقوم بانقاذ الارواح في حالة الطوارئ، يعني زينا كده في الفترة الحالية. وهي منظمة عالمية يعني ما مقتصرة على محل أو منطقة معينة. مكاتبهم كانت في السودان من زمان شديد، اشتغلوا في دارفور واشتغلوا في الغرب وفي كل الأماكن الغير مستقرة في السودان. وحاليا فتحوا مكتب ولاية الجزيرة ورئاسته هنا في مدني، وشغالين حاليا على كل الولاية بكل المعسكرات والأحياء المتضررة أو الحالات أو ظروفها كعبة شوية يعني. ده تعريف بسيط لمنظمة WFP لأي زول ما بيعرف WFP. شغلي بدأ مع WFP من حوالي شهر أو شهر ونص، وصراحة غشيت ولقيت ناس بتحب الشغل بطريقة ما طبيعية، بيدوا الشغل ده كل طاقتهم كل زمنهم، كل حاجة بيحتاج الشغل هم في فد الشغل عشان يقدروا يوصلوا الحاجات أو المؤونات دي للناس المحتاجة في أي زمان وأي مكان. وصراحة أنا كنت مبسوط شديد إن أنا كنت قاعد في نص الناس دي. اشتغلت معهم حوالي 3 أسابيع لشهر في جمع بيانات الناس المضررين في الأحياء والمعسكرات عشان كمية الأكل تصلهم بصورة صح يعني ما ناقصة أو زايدة. ده غير أخواننا في أتيام الديستريبيوشن أو أتيام التوزيع، ودي أكتر ناس تعبانين وشقيانين، ربنا يقويهم ويخضر ذراعهم إن شاء الله ويصبرهم على الشغل وفي ميزان حسناتهم كله إن شاء الله. ده التيم اللي بيشيل المساعدات العينية وبيقوم بتوزيعها في المعسكرات بإشراف من ليدرات من WFP. بصراحة الشغل منظم بطريقة ما طبيعية، الشغل منظم بطريقة مرعبة في كل الأتيام في كل المكاتب، فربنا يوفق الناس زي ويقويهم وما يجيفوا كل من الحياة اللي بيعملوها. في الآخر في ناس هتيجي تسألني المساعدات دي أقسم بتيجي من وين؟ غالبا WFP في الأساس بتجيب تبرعات من الأفراد والشركات الخاصة والحكومات داخل وخارج البلاد، يعني الموضوع كله عبارة عن تبرعات وما في مصدر بتاع دخل أو مصدر بتاع قروش ثابت WFP. في الآخر يا جماعة حابة أقول لكم اتطوعوا يا جماعه، البلد دي في الفتره الحاليه محتاجانا جدا وما بزول بشيلها غيرنا يا جماعه. وبعدين موضوع التطوع ده اظن اتكلمنا فيه قبل كده، انه التطوع ده حيفيدك في جوانب كتير جدا في حياتك، حيعرفك على ناس حيفيدوك جدا في مستقبلك، حتتعلم حاجات عمرك ما حتتعلمها في الجامعه، حتعرف حاجات تتمنى انك لو كان عرفتها من بدري، فهمتوا؟ فاقدم على الخطوه دي لانه صراحه هتستفيد من الاستفاده ما هتحسها انت هسه نهائي. في اخر الفيديو صراحه الواحد كان مشتاق شديد انه يرجع يصور ويرجع يعني يلاقيكم يقرا كومنتاتكم تاني، فصراحه كنت فاقدكم جدا، لكن لابد كان من فتره الراحه دي عشان اقدر اصور وامنتج وانزل فيديوز تاني. ان شاء الله ما في قطعه قريب، وان شاء الله حنواصل طوالي الليل الاثنين حلقتنا يوم الخميس قاعده، الاسابيع الجايه كلها جهازات الحلقات ان شاء الله حننزل بانتظام، بس انتوا ما تنسوا تدعمونا وتكملوا على الدعم الزمان يا جماعه. تمام؟ ما تنسى تعمل لايك للفيديو، شير للفيديو على بروفايلاتك في فيسبوك يا معلم، احرقوا الفيديوهات دي. فاخر الفيديو كان معكم محمد قسم الله هنا قسم شو، عوده بعد شنو؟ عوده بعد غيبه. نتلاقى الفيديو الجاي ان شاء الله، سلام.